يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ انا مروه ودي قناتي. وان شاء الله النهارده هعمل لكم الكبيبه البورسعيدي بالجمبري. احلى بكتير من الكفته والكبيبه بتاعه اللحمه. تعالوا اتفرجوا بقى معايا وقولوا لي ايه رايكم بعد ما تشوفوا الفيديو. حضري معاكي كيلو الا ربع من الجمبري، الوسط او الصغير. المقاس الكبير ما بيبقاش احلى حاجه في الكبيبه او في الكفته. انا جبت الجمبري ده ونقعته في شوية من الدقيق وشوية من الليمون وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفين، بقى لونه ابيض ومفيش ريحة زفارة. وهتحضري معاكي حزمة شبت، حزمة كزبرة، حزمة بقدونس، 3 حزم اغسليهم وقطعيهم. هتحضري البهارات: معلقتين من الكمون، معلقتين صغيرين، ومعلقتين من الكزبرة، ومعلقة من الجنزبيل، ونص معلقة او معلقة من الشطة حسب انتي ما بتحبي، ومعلقة فلفل اسمر او معلقة ونص. هتحضري بصلتين و7 فصوص من الثوم، بصلتين متوسطين. هتحضري كوبايتين من الرز مغسولين كويس من غير ما تنقعيهم وتضربيهم في مطحنة الخلاط. بس بعد ما تنشفي الرز تسيبيه تحت مصفى او تسيبيه قصاد مروحة، لو عندك شمس نشفيه على الشمس. وتحضري معلقة ونص من الملح ومعلقة صغيرة من السكر، تحطيهم على بعض وتكوني مجهزاهم. دلوقتي اهم حاجة هنعملها قبل ما نضرب او نخلط الحاجات دي في بعض، هنجهز الشوربة بتاعت الكوبيبة نفسها. وهنا انا كنت عامله بصله صياديه محمراها، لما وصلت للون دوت اسودت شويه وضربتها في الكبه بتاعه الخلاط ونعمتها. جبت حله فيها ميه وبنزل عليها بالبصل بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. حله ما تكونش يعني مليانه ميه قوي ولا الميه قليله، بحيث تكفي الكوبيبه اللي انت عاملاها. نزلت بالبصل كله. انا هنا كنت بنزل بمعلقه معلقه لغايه ما اشوف هتاخد الكميه كلها ولا ممكن من معلقتين بس كفايه زي ما انتوا شايفين. وهنا هنملح المية، هنحط معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأسمر، وهننزل بنص معلقة من الكمون. وهتحطي شطة بس حسب رغبتك، لو انتي بتحبي الحاجة سبايسي زودي شطة. انا هنا حطيت ذرة كده من الشطة بس عشان تدي طعم للكوبيبة. وهنسيب المية دي تغلي بالبصل والبهارات اللي فيها. هنزود بس ورقتين من اللورة علشان لو في اي ريحة كده من الجمبري تروح تماما، رغم ان احنا غاسلين الجمبري كويس ومخلينه زي الفل وملوش اي ريحة. بس تحطي ورق اللورة بتخلي الشوربة ليها طعم. وهنا هنبتدي نحضر الكبيبة. هنحط فصين من الثوم وقطعة من البصل او قطعتين ومعاها الخضرة عشان نضربهم الاول لوحدهم وننعمهم تماما. اهم حاجة الخضرة والبصل والثوم ينعموا، ما يكونوش ظاهرين نهائي قبل ما نضرب الجمبري معاهم. حطيتهم اهو في الكبة قدامكم وهنبتدي نضربهم كويس. اهم حاجتين في الكبيبة ان الخضرة والبصل والثوم يتضربوا كويس، والرز يبقى مطحون طحنة متوسطة. ما ينفعش تنعمي الرز قوي زي كفتة الجمبري، لازم يبقى وسط علشان يمسك الكبيبة، عشان ما تفكش منك وانتي بتسلقيها في الشوربة او في المية بتاعتها. زي ما انتوا شايفين انا بضرب بقى، حطيت شويه من الجمبري بعد ما اطمنت ان الخضره والبصل والثوم اتضربوا كويس. انا مش هضرب كل الجمبري، انا هضرب يعني 3/4 الجمبري وبسيب كده ربع. يعني اغلب الجمبري بيتضرب مع الخضره والبصل والثوم، بس بسيب جزء من الجمبري او شويه كده بنحطهم في الاخر وهم سلام زي ما هم. ده اللي بيدي للكوبيبه طعم مختلف، بتبقى مميزه وليها طعم لانك بتحسي بطعم الجمبري فيها. هتعيدي الضرب تاني مع البصل والثوم والخضرة والجمبري نفس ما عملنا في الاول. البهارات بنسيبها اخر حاجة، هي والملح ومعلقة السكر. هنا بحط بقى شوية من البصل. ما بتحطيش البصل كله في الضرب، انتي بتنصصي او بتجزئي. بتحطي شوية من البصل، بتحطي كام فص ثوم معاهم خضرة وتطمني ان هي اتضربت كويس. دي اهم حاجة، اهم من فرمة الجمبري نفسها فيهم. هنضرب بقى الشوية دول، تضربيهم كويس لغاية ما نطمن برضو ان هي نعمت جدا. حتى لو ما تفضلش معاكي خضرة في اخر ضربة وتفضل معاكي بصل وثوم، اضربيهم مع الجمبري او شوية من الجمبري وضيفيهم على الخليط الاولاني، مفيش اي مشكلة. مش لازم ان انتي
تمشي بالتناوب شوية خضرة مع شوية بصل، لا ممكن الخضرة تخلص منك، مثلا معرفتيش تظبطي في الضرب شوية هنا وشوية هنا، مفيش اي مشكلة، كملي عادي. اتفضل معاكي جمبري بصل توم اضربيهم برضو وكملي، مش ضروري خضرة لان كله هيتخلط مع بعضه دلوقتي فمش هيظهر. انا هنا بحط شوية جمبري بعد ما ضربت الخضرة والبصل والثوم، وبضربهم بنعمهم جامد، دي اهم حاجة، تنعميه لدرجة ان انت تحسي ان هما بقوا معجون كده مع بعض، مفيش جمبري ظاهر، مفيش توم ظاهر، مفيش بصل ظاهر، والخضرة عاطية لون للجمبري بس في نفس الوقت مفيش كلاكيع، مفيش خضرة ظاهرة قوي زي ما انتوا شايفين. هنا انا هنقل برضو اللي ضربته في الطبق الاولاني اللي كنت حاطه فيه الكوبيبه، زي ما انتوا شايفين. بتمشوا لغايه ما تخلصوا الجمبري اللي عندكم، وتسيبوا جزء من الجمبري حوالي مثلا نص كوبايه كوبايه حسب اللي انت هتفضليه ان هو يبقى صحيح في الكفته. ما تنسوش لو وصلتوا معايا لغايه هنا تسيبي لايك وتسيبي تعليق، وانا هرد عليك ان شاء الله في التعليقات. زي ما انتوا شايفين اخر شويه في الكوبيبه انا بنزلهم في الخلطه. خلاص كده انا بس بتاكد ان ما سبتش اي حاجه في الكبه مكان الخلطه بتاعت الكوبيبه. سبت شويه من الجمبري، هوريكم دلوقتي هنعمل فيهم ايه وهننزلهم على ايه الاول. هنا جبت الرز، انا هنا بس وطيت الاضاءه شويه لان حسيت لون الرز في الاضاءه عالي قوي فما هوش ظاهر، يعني مضروب قد ايه، ناعم قوي خشن قوي، فهنا حبيت ابينه لكم شويه. هو طبعا مش ناعم قوي ولا برضو خشن، هو وسط، انا بحاول اوريه لكم. هو مضروب بس نص ضربه، لازم الرز بتاع الكوبيبه يكون خشن شويه جرش شويه. بنزل عليه الجمبري، دول شويه الجمبري اللي انا سبتهم صحاح ما ضربتهمش، وهنحطهم دلوقتي على الخليط بتاع الكوبيبه. بنزل بقى الخليط دلوقتي بتاع الكوبيبه بتاعي، شايفين لونها وشايفين جمالها. بصي انا عايزاكي تمشي على الخطوات دي بالظبط في الكوبيبه، والله العظيم اوعدك هتاكلي كوبيبه جمبري هتحلفي بيها، مظبوطه على التكه، طعمها فوق الروعه تحفه. وهنا هنقلب الرز مع خليط الكوبيبه مع البهارات، زي ما قلت لكم البهارات كمون كزبره شطه جنزبيل فلفل اسمر، وانزلي بيهم وتأكدي ان البهارات دخلت في كل الخلطة بتاعتك عشان ما يبقاش فيه طعم في الكوبيبة حامي شوية عن طعم، لازم تتوزع صح ودي اهم حاجة. هنا انا بقلبها كويس، طبعا انا معرفتش اقلب بالمعلقة كتير علشان كده انا فصلت الكاميرا واشتغلت بايدي وقلبتها كويس عشان اطمن ان الرز اتشرب مع الخلطة مع البهارات مع كل حاجة. اخر حاجة بعد لما هتعجني الكوبيبة دي كويس هيتفضل عندك معلقة الملح ومعلقة من السكر. بعد لما تتأكدي البهارات دخلت فيها كويس انزلي بالملح ومعلقة من السكر، وهتنزلي بمعلقتين زيت كده علشان تبقى مظبوطة معاكي وانتي شغالة بيها، ما تحسيش ان هي بتفك معاكي، ما تحسيش ان هي ملزقة قوي. معلقتين الزيت دول بيظبطوا الكوبيبة وانتي بتشتغلي بيها وبتحسي ان هي مظبوطه على التكه. هنا بس ببل ايدي ميه، باخد حته او جزء من الكوبيبه بكوره وبعد كده ببططه. المقاس او السمك اللي انت عايزه تعمليه في الكوبيبه اعمليه، مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لك انت. انا هنا بعملها متوسطه، لا عاليه قوي ولا قليله قوي بحيث ما تفكش مني وانا بحطها في الميه. وخليكي عارفة ان احنا بنقلل السمك بتاعها لان هي بتزيد في المية وبتعلى شوية. في ناس بتحب تحط فيها البيكنج باودر، تحط مثلا نص معلقة او معلقة كبيرة بحيث تضمن ان هي ما تطلعش لكمة. اللي بيخلي الكوبيبة لكمة انك بتكوني مزودة الرز عن الطبيعي او مزودة الرز بزيادة قوي، فبتحسي ان الكوبيبة عبارة عن رز مش عن جمبري. انت لازم تعملي توازن ما بين الرز ما بين الجمبري قد ايه ما بين الخضره، هي دي الفكره. عشان كده انا جايبه لكم المقادير المظبوطه ليها، اعتمديها في الكوبيبه وهتدعي لي عليها. هنا الميه غلت وشكلت خلاص اقراص الكوبيبه، هننزل بيها في الشوربه
لكن بالراحة، ما ينفعش ترمي كده، ممكن تفك منك مهما كانت متماسكة ومهما كانت مقاديرها مظبوطة. لازم تحطيها في الشوربة بتاعتها، تنزليها بالراحة زي ما انتوا شايفين كده، مش رمي، بالراحة وانتي بتنزليها. في حاجة تانية مهمة وانتي بتسوي الكوبيبة، ما ينفعش الكوبيبة تبقى أعدادها كبيرة في الحلة فما تديش مساحة للرز ان هو ينفش في الحلة ويستوى، يفضل الرز ني في الكوبيبة بسبب الكمية الكبيرة اللي انت حطاها والحلة صغيرة. انت بتشوفي هل الحلة اتملت قوي، هل مثلا وصلت الكوبيبة لنص الحلة او لتلات ارباع الحلة. اول ما توصل الكوبيبة للتلات ارباع انت بتسيبي الربع دوت تستوى فيه عشان الرز ينفش والرز يستوى وما تطلعش منك الكوبيبة نية. على فكرة هي ما بتاخدش اكتر من نص ساعة سوا، بس على نار عالية مش هادية. ما تسيبيش الحل على نار هادية بحيث الرز ما يفكش، دي عايزة نار متوسطة، ما بين عالية ما بين متوسطة. الكوبيبة ما يتغطاش عليها عشان تضمني ان هي ما تفكش، الكوبيبة ما يتغطاش عليها النار عشان تضمني ان تفضل متماسكة. انا بوريكم دلوقتي بعد لما الكوبيبة دي استوت، شايفين منظرها؟ انا بطلعها بالشوكة متماسكة ما بتفكش، ماسكة نفسها وفي نفس الوقت مستوية. اهم حاجه ما تخليش سمكها تخين قوي او عاليه قوي ولا رفيعه قوي، تخليها وسط ما بين كده وما بين كده. زي ما انتوا شايفين الكوبيبه طالعه بسم الله ما شاء الله تحفه بجد ولا غلطه. شايفين الجمبري اللي حطيناه صحيح ظاهر ازاي في الكوبيبه؟ شايفين منظرها؟ شايفين جمالها واللون بتاعها؟ انا بطلعها ودلوقتي هي كلها استوت. انا هحمر معاكم شويه من الكوبيبه دي دلوقتي، هتشوفوا انا هحمرها ازاي وهتشوفوا شكلها من غير تحمير. انا هسيب شويه كده وشويه كده لان انا عندي مش كله بيحبها متحمره. انا بطلعها في مصفى علشان، على فكره هي تركه انك بتطلعيها في مصفى علشان التحمير، انك لازم وانتي بتحمري ما يكونش فيها ميه عشان طبعا الطرطشه وما تبهدليش الدنيا. انا بطلعها ورق اللورا اهوت شايفينه ظاهر في الشوربه، انا طلعته خلاص. هشيل كل الكوبيبه هصفيها كويس وبسيبها بقى في مصفى. ممكن تسيبيها في المصفى مثلا ربع ساعه 10 دقايق لو انتي حابه تحمري على طول والكوبيبه سخنه مفيش مشكله. بس اهم حاجه في الخطوه دي ان الكوبيبه تبقى اتصفت كويس، تكوني عارفه ان مفيش ميه فيها بحيث ما تبهدليش الدنيا وانتي بتحمري. انا هحمر جزء قدامكم هتشوفوه دلوقتي، هتشوفوا لونها وهي متحمرة وهتشوفوا لونها وهي طالعة من الشوربة. انا دلوقتي هحمر بس مجموعة صغيرة كده، كام واحدة لولادي لان في غاوية عندي المحمر وفي الباقي بياكلوها كده. تحمير الكوبيبة ما بياخدش 5 دقايق على النار، عايزة اقولك ان بتاخد لون في وقت سريع، فما تسيبهاش وتمشي زي البطاطس مثلا. البطاطس عايزة وقت، الكوبيبة مجرد ما بتحطيها في الزيت مجرد ما بتتعمل على طول، فخليكي واقفة جنبها. انا حمرت مجموعة اهي زي ما انتوا شايفين وهحمر لسه برضو مقلاية تانية. اهم حاجة صفيها كويس من الزيت، عندك مناديل مطبخ حطي مناديل مطبخ في الطبق عشان تضمني ان ما عادش فيها زيت. انا هنا بصفيها كويس زي ما انتوا شايفين كده. شايفين لون الجمبري اللي ظاهر في الكوبيبة حتى بعد التحمير؟ حتى لونه في التحمير روعة. هنا انا خلصت الكوبيبة دي، الكوبيبة اللي من غير تحمير، وهوريكم برضو الكوبيبة التانية. شايفين منظرها؟ بجد بألف هنا على قلبكم وعلى اللي هيجربها. ما تنسوناش في التعليقات تدعونا، ما تنسوش تقولوا رأيكم، ما تنسوش لايك للقناة والاشتراك. هي دي الكوبيبة بقى المتحمرة، شايفين جمالها؟ بجد بجد بألف هنا على اللي هيجربها، ما فيهاش ولا غلطة ومقادير مظبوطة جدا وهتعتمديها في عمل الكوبيبة. ولهنا نكون خلصنا واشوفكم على خير، سلام.